السلام عليكم. أهلا بكم أصدقائي المطورين. النهاردة هنتعلم إزاي نثبت ال IDE بتاع ال VS Code ونبتدي أول خطوة في رحلتنا. أول شيء هندخل على البراوزر بتاعنا، بعد كده نكتب VS Download، ندخل على Download Visual، بعد كده ندخل على ال Operating System بتاعنا. لو احنا بنستعمل Ubuntu فهندوس هنا، لو بنستعمل ماك فهندوس هنا، لو بنستعمل ويندوز فهندوس هنا. أنا بستعمل ويندوز فهحمل التطبيق أو ال IDE بتاعنا من الويندوز. هيبتدي إن هو يحمل معانا. بعد ما التطبيق يتحمل معانا على صيغة EXE، ندخل على التطبيق، نعمل I accept the agreement، ندوس next next next، create a desktop icon، ونعمل الفايل context menu والexplore directory. وما ننساش طبعا إن هو يكون add to path عشان ده مهم جدا عشان ال VS Code يظهر في كل حتة عندنا في الموضوع. هندوس install، هنستنى إن هو يحمل. بعد ما نخلص ندوس finish، هيفتح معانا ال VS Code. ناخد من الصفحة دي ونبتدي أول رحلة. بعد ما حملنا ال VS Code، إحنا محتاجين إن إحنا نحمل بايثون عشان الكورس ده هيكون المرة دي عن بايثون. ندخل على مايكروسوفت ستور، أو لو أنت أي نظام تاني فبندخل على إدج أو أي براوزر عندك وتعمل بايثون داونلود. تدخل على داونلود بايثون وتعمل داونلود من هنا. لو أنت عندك أي operating system مختلف، عندك لينكس ويونكس، ماك او اس واندرويد والباقي. طبعا انا عندي مايكروسوفت ستور، فبالتالي انا هحمله من مايكروسوفت ستور. ادوس على مايكروسوفت ستور، بايثون، ابحث عن بايثون، اختار الفيرجن اللي انا عايزه. والفيرجن اللي انا هحتاجه حاليا هيبقى 3.13 اللي هو على فيرجن. وما تنساش ان برضو الفيرجنز دي انت بتحمل الفيرجن على حسب حاجة اسمها compatibility بتاعة اللايبراري بتاعتك، وهنتكلم عن كل ده. نبتدي التحميل. لغاية ما يحمل هنتكلم شوية عن ال IDE. ايه هو ال IDE؟ ال IDE ده المكان اللي المبرمج بيبتدي ان هو يكتب فيه الكود. في طرق كتيرة جدا ان احنا نقدر ان احنا نكتب فيها الكود. اول طريقة، واللي هي الطريقة بتاعت زمان اللي المبرمجين كلهم كانوا بيعانوا منها، ان احنا بنبتدي نعمل text document، ندخل على التكست ونبتدي نكتب هنا. ما كانش عندنا اي مساحة ان احنا نعمل اي حاجة هنا
نكتشف الأخطاء أو إن إحنا نعرف إيه المشكلة بالظبط في الكود. بنكتب أي كود، أي سطر كود بالنسبة لنا، بعد كده بندوس على سيف ونيجي نغير الصيغة من هنا. بيتحول للصيغة اللي إحنا عايزينها وبنبدأ إن إحنا نستعملها. دي الطريقة الأولى اللي كان المبرمجين بيستعملوها في الأول، لكن مع ظهور مفهوم جديد اسمه ال IDE بدأت الناس إن هي تستعمل ال IDE لأسباب كتيرة، ومنها إن إحنا نقدر نعمل فايل بسهولة جدا، نقدر إن إحنا نعرف الأخطاء على حسب اللغة، نقدر إن إحنا نكتب بشكل أسرع. وهنتعلم النهاردة هنعمل أول كود أو أول سطر ليه. يلا بينا. خلاص البايثون اتحمل، نبتدي إن إحنا نعمل فايل جديد، نعمل فولدر جديد، ندخل على الفولدر، كليك يمين show more options open with code. هنعلم yes I trust authors عشان ما يعملناش أي مشاكل بعد كده. وخلاص كده احنا بدأنا أول خطوة لينا في إن احنا نكتب كود بايثون. بعد كده هندخل هنا نحمل الاكستنشنز بتاعتنا، منها run code runner ومنها color. بس كده. وبرضه نحمل البايثون اكستنشن هنا. الاكستنشنز دي وظيفتها إن هي ساعات بتساعدنا في الطرق المختلفة. الاكستنشنز دي وظيفتها إن هي بتساعدنا في حاجات كتيرة جدا، منها إن احنا يبقى في support لل IDE للغة اللي احنا عايزينها. ال IDE يقدر إن هو يستعمل أي نوع من أنواع اللغات بأي شكل. يعني هنلاقي هنا مثلا هنلاقي جافا، هنلاقي CSS، هنلاقي
بايثون، هنلاقي بي اتش بي، هنلاقي كل انواع اللغات اللي ممكن تتخيلها نقدر ان احنا نحملها على الاي دي اي بتاع في اس كود، وهو ده اللي احنا هنستعمله. طبعا في كذا اي دي اي مختلف عن الفي اس كود، لكن انا بفضل ان احنا عشان هو كراش كورس فور بيجنرز فان احنا نبدا باسهل اي دي اي، واللي هو ليه سبورت في كذا مكان، فهو ده افضل وسيله ان احنا نتعامل بيه. نبتدي البايثون كورس بتاعنا. اول حاجه بعد ما خلاص عملنا الفولدر بتاعنا، نعمل نيو فايل ونبدا ان احنا نكتب اول سطر كود لينا. طبعا نكتب الاسم بتاع الفولدر، الاسم بتاع الفايل، وبعديها دوت، وبعديها بي واي، وكده احنا عملنا اول فايل لينا بلغة بايثون. بعد كده نبدأ بأول برنامج هنعمله في اللغة، وهي دي بداية الرحلة. هنعمل برنامج بسيط جدا، وكل وظيفته إن هو يطبع كلمة أو يطبع اسم في الترمينال. نبتدي نعرف أول حاجة يعني إيه ترمينال. الترمينال ده هو المكان اللي بنبتدي فيه إن إحنا نشوف الأوتبوت بتاع اللغة. يعني إحنا دايما أي حاجة ليها مدخل وليها مخرج. البرمجة عموما أي برنامج وظيفته إن إحنا يبقى فيه مدخلات وعندنا مخرجات، فإحنا بنبدأ بالإنبوت وبعديها لغاية ما نوصل لغاية فين؟ لغاية الأوتبوت. وهنا هي دي فكرة البرمجة. فالإنبوت هنا مثلا عندنا إن إحنا هنكتب سطر كود. أول سطر كود لينا هو print hello world، وبعد كده نعمل له run. هنكتب run python file in dedicated terminal، هيطلع لنا الاوتبوت بتاعنا، وهو ده الاوتبوت بتاع الانبوت اللي احنا دخلناه. طبعا في مراحل بتتم ما بين الانبوت والاوتبوت، ودي اتكلمنا عن ليها المرة اللي فاتت زي الانتجريشن والكومبايليشن. وفي حالتنا هنا بايثون هي لغة انتجريشن، لغة سلسة وسهلة جدا. أهلا بيكم في عالم بايثون. دي أول خطوات فهم عالم البرمجة، وأول خطوات فهم المفاهيم والكونسبتس بتاعة البرمجة هنبتديها من هنا. وشكرا لكم. ما تنساش تدوس على زر الإشعارات، تعمل لايك للقناة، وتشترك معنا.